نبدأ اليوم معاكم مقارنة بسيطة بين ميسي ورونالدو في دوري أبطال أوروبا. نبدأ في دوري المجموعات. ميسي لعب 86 مباراة، سجل 80 هدف، صنع 28 هدف. رونالدو لعب 98 مباراة، سجل 73، صنع 26. أول نقطة تذهب إلى ميسي. ننتقل إلى الدور 16. ميسي لعب 36 مباراة، سجل 29 هدف، صنع 6. رونالدو لعب 36 مباراة، سجل 25 هدف، صنع 9. ثاني نقطة أيضا تذهب إلى مصلحة ميسي. ننتقل إلى الدور ربع النهائي. ميسي لعب 23 مباراة، سجل 12 هدف، صنع 3. رونالدو لعب 22 مباراة، سجل 25 هدف، صنع 3. أول نقطة إلى كريستيانو رونالدو. ننتقل إلى دور النصف النهائي. ميسي لعب 15 مباراة، سجل 6 أهداف، صنع 3. رونالدو لعب 21 مباراة، سجل 13 هدف، صنع 2. نعطي ثاني نقطة إلى رونالدو. ننتقل إلى الدور النهائي الحاسم بين رونالدو وميسي. ميسي لعب 3 مباريات، سجل هدفين، لم يصنع أي هدف. رونالدو لعب 6 مباريات، سجل 4 أهداف، صنع هدف. وتذهب هذه النقطة الثالثة إلى رونالدو، وذلك يكون رونالدو أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا. ولكن أن تتخيل أن رونالدو مسجل أكثر من ضعف عدد أهداف ميسي في الأدوار الثلاثة الأصعب والأهم في البطولة، رغم أن فارق المباريات هو 8 مباريات لا أكثر ولا أقل، يعني اكتساح في عدد الأهداف واكتساح بالمعدل التهديفي. وتخيل رقم 42 هدف لرونالدو مقابل 20 هدف لميسي. كما واضح لديكم إحصائيات في الصورة. كنت تتابعنا أول مرة لا تنسى المتابعة واللايك. كان معاكم مسعود بن جاد.